اظن ان الكوكب الوحيد الغريب بالنسبه لك ممكن يكون كوكب زحل عشان عنده حلقه، بس اللي ما تعرفوش ان الكوكب ده كثافته قد كثافه حبه المارشميلو. ما تيجي كده نشوف سوا اغرب 10 كواكب اكتشفناهم لحد دلوقتي، والكواكب دي كلها طبعا خارج مجموعتنا الشمسيه، بنسميها الاكزو بلانيتس، الكواكب اللي خارج مجموعتنا الشمسيه. الكوكب الاول هو TOI 3757، وده كوكب بيلف حوالين نجم قزم احمر ريد دوارف، بيبعد عننا بمسافه 591 سنه ضوئيه. الكوكب نفسه زي زحل والمشتري من الكواكب الغازيه اللي كلها غاز، مفيش ارض، واكتشفناه سنه 2022 بالقمر الصناعي التاس، وبياخد 3.4 يوم ارضي عشان يكمل لفه كامله حوالين النجم بتاعه، يعني بيكمل سنه في 3.4 يوم ارضي بس. الغريب في الكوكب ده ان متوسط الكثافه بتاعته قد كثافه حبايه مارشميلو، والعلماء لما درسوا النظام النجمي بتاعه قالوا مستحيل ان يكون عليه حياه، وانه غير مناسب للحياه اصلا. تاني كوكب هو كيبلر 16b، وهو اول كوكب يكتشفه التلسكوب، بيدور في مدار دائري حوالين نجمين سنة 2011، بيبعد عننا بمسافة 245 سنة ضوئية. لو انت واقف على الكوكب ده هتشوف شمسين اللي هما النجمين اللي بيدور حواليهم، والنجمين دول لما درسناهم طلعوا ابرد من شمسنا، وده بيقلل احتماليه وجود حياه على الكوكب ده، مع ان الكوكب نفسه بيلف في منطقه بنسميها الهابيتابل زون، المنطقه اللي يصلح فيها الحياه. يعني مدار النجم بعيد بمسافه كويسه عن النجمين دول وتساعد على وجود حياه فيه، زي كوكبنا وكوكب المريخ. وتالت كوكب هو كيبلر 22b، بيبعد عننا ب 635 سنه ضوئيه. الكوكب ده غرابته انه شبه الارض بس اكبر بمرتين ونص، بنسميه سوبر ايرث، والعلماء متوقعين انه كله عباره عن محيط، لكن لحد وقتنا ده العلماء مش قادرين يحددوا طبيعه الكوكب ده ايه، وبيقولوا كمان انه ممكن يكون كوكب غازي مش صخري ولا مائي اصلا، والنظريات بتقول كمان انه ممكن يبقى كوكب مائي متجمد زي اورانوس اللي عندنا، بس برضه عرفنا انه بيقع في المنطقه الامنه habitable zone اللي يصلح ليها الحياه. وطبقا لدراسات جديده، والمميز في الكوكب ده انه بيكمل دوره كامله حوالين النجم بتاعه في 290 يوم ارضي، فهو قريب من رقم كوكبنا. والدراسات بتقول انه احتمال درجه حراره سطحه تكون في متوسط 15 درجه مئويه. بس الغريب فيه برضه ان القطبين الشمالي والجنوبي كل واحد فيهم بيقعد نص سنه في النهار والتاني بيقعد في الليل، ونص السنه التاني العكس. بس حتى لو اتاكدنا انه كوكب صالح للحياه وفكرنا نروح له اصلا، واخترعنا مركبه تقدر تمشي بسرعه الضوء، اللي هو اصلا مستحيل اي انسان يمشي بالسرعه دي، بس نقول ودينا مركبه فاضيه حتى ماشيه بسرعه الضوء، عارف هتاخد قد ايه؟ هتاخد 635 سنه، اللي هي المسافه اللي انا قلت لك في الاول اللي بيننا وبينه. طب لو طياره عاديه من الطيارات اللي موجوده دلوقتي هتاخد 710 سنه ارضيه بس، بسيطه يعني. الكوكب الرابع هو كيبلر 452 بي، الكوكب اللي بنسميه عم الارض، واحد من الكواكب اللي بنسميها سوبر ايرث. بص، سوبر ايرث ده كاتيجوري بنحط فيه الكواكب اللي شبه الارض في حاجات معينه زي الحجم ومكان مدارها في مجموعته الشمسيه، وحجم ونوع النجم اصلا اللي بيلف حواليه هيكون شبه شمسنا ولا لا، وحاجات تانية. المهم الكوكب ده اول كوكب اكتشفناه يكون قريب قوي من حجم الارض، وبيقع في الهابيتابل زون بالنسبه للنجم اللي اصلا شبه شمسنا في الحجم والحراره، والعلماء مش متاكدين لو كان الكوكب ده صالح للحياه ولا لا، وبيلف لفه كامله حوالين نجمه 385 يوم ارضي، قريب برضه. وكمان متوقعين انه يكون اقدم من الارض بكتير من 6 مليار سنه. الكوكب الخامس هو كلت 9 بي، هو كوكب الجحيم، ده حرارته اعلى من حراره بعض النجوم، درجه حراره سطحه بتوصل ل 4315 درجه مئويه. عارف درجه حراره سطح شمسنا كام؟ 5600 درجة مئوية، يعني فاضل له 1300 درجة مئوية بس ويكون قد حرارة سطح شمسنا. وطبعا النجم اللي بيلف حواليه هو أسخن منه بكتير، والحمد لله إن الكوكب ده بعيد عننا، بيبعد عننا بمسافة 667 سنة ضوئية، وهو كوكب غازي وأكبر ب 2.8 مرة من المشتري، وبيلف لفة كاملة حوالين نجمه في يوم ونص. يعني تنام وتصحى ونقول مبروك السنة الجديدة جت، الصبح تحتفل بالنيو يير وبالليل تحتفل بالكريسماس، وتنام وتقوم مبروك انت في سنة جديدة. يعني الكوكب ده عليه كله اجازة. احلى حاجة في الكوكب ده ان الصيف عليه 9 ساعات بس. الكوكب السادس اسمه كانسري E55، وهو كوكب لطيف بنحطه في الكاتيجوري بتاع سوبر ايرث، لكنه كوكب غريب جدا. الكوكب كله عبارة عن لافا، ولو مش عارف يعني ايه لافا فهي الحمم البركانية. كوكب كله
حمم بركانية، وبيلف حوالين النجم بتاعه ب7 يوم أرضي. أنا مش عارف دول يطلعوا كام، بس تقريبا 17 ساعة. يعني يا دوبك تروح الشغل وتنام وتصحى تلاقي نفسك كبرت سنة. أهو ده اللي يتقال عليه أنا كنت عيل من يومين ودخلت أنام، صحيت لقيت العمر عدى وما خدنيش معاه. الكوكب ده اكتشفناه سنة 2004، بيلف حوالين نجم بنسميه كوبرانيكس، بيبعد عننا بمسافة 41 سنة ضوئية بس. الجميل في الكوكب ده إن السيليكيت، ودي أملاح مكونة من السيليكا والأكسجين، بتتبخر في جو الكوكب وبتتحول لغيوم في الجانب المظلم، وبتبقى عبارة عن غيوم مراية بتعكس شكل الحمم البركانية، فتلاقي سماء تبرق. الكوكب السابع، وكفاية بقى كواكب سخن، تعبنا من الحر، نشوف كواكب باردة شوية. ده كوكب حلو اسمه HD 1897733 b، كوكب اكتشفناه سنة 2005 وبيبعد عننا بمسافة 64 سنة ضوئية. كوكب غازي برضه، كله غازات، في غازات مش الغازات التانية دي. شكله حلو صح، بس ما تخليش اللون الازرق ده يخدعك، لان اللون ده وراه قصة كبيرة. لان الجو على الكوكب ده جو ضبابي مشتعل، الغيوم اللي فيه مليانة ازاز. الكوكب ده بيتمطر فيه ازاز، مش عايز اتخيل المنظر خالص. لا ومش بس كده، ده كمان الرياح اللي عليه سرعتها 2 كيلومتر في الثانية. يعني مش بس بتمطر ازاز، ده كمان بتحدف الازاز، يعني بتخلي الازاز يتحرك بسرعة 2 كيلومتر في الثانية. يعني هتتخرشم بمليون قطعة ازاز في ثانية. موتة وحشة قوي. كمان العلماء بيقولوا انه زيه زي الارض، عليه محيط، وده سبب لونه الازرق، بس درجة الحرارة في النهار بتوصل ل 1093 درجة مئوية. الكوكب ده بيكمل لفة كاملة حوالين النجم بتاعه في 2.2 يوم ارضي. حلوين يومين يعني تموت خلال 50 يوم. الكوكب الثامن هو في الحقيقة مش كوكب واحد دول ثلاثة، هو PSR B 1257 بلس 12 B، والكوكب الثاني بنشيل البي نحط السي، والكوكب الثالث بنشيل السي نحط الدي. الثلاثة بيلفوا حوالين بولسر. ويا مولى لو مش عارف البولسر هو ايه، فاحب اقول لك ان انت محظوظ، لان البولسر مش حاجه حلوه. انت ممكن تلف حوالين كراسي موسيقيه احسن ما تلف حوالين البولسر. والبولسر ده هو نجم نابض، ودي الترجمه الحرفيه بتاعت جوجل، بس في الحقيقه هو نجم نيوتروني، نيوترون ستار، بيضرب نبضات من الاشعاع على فترات منتظمه بتتراوح من ملي ثانيه لثواني. النجوم دي بتحتوي على مجالات مغناطيسيه قويه جدا، بتوجه المولكيولز بتاعتها على طول القطبين المغناطيسيين، والمولكيولز دي من تسارعها بتنتج أشعة ضوئية قوية جدا. والنجوم دي بتبقى نتيجة موت نجم، لما بتخلص طاقته بينهار على نفسه فبيتحول لنجم نيوتروني. بس لو ما تحولش نجم نيوتروني وفضل ينهار اكتر على نفسه بيتحول لثقب اسود. فتخيل نظام نيوتروني بيلف حواليه 3 كواكب، هيكون شكل ال3 كواكب دي ايه؟ هم حرفيا بيسموهم دومد بلانيتس، كواكب الموت، لانها مليانه بالاشعاع من النجم النيوتروني. الكوكب التاسع هو كيبلر 36 بي، وده قصته جميله قوي ومختلفه. الكوكب ده بيبعد عننا ب 1722 سنه ضوئيه. هو مبدئيا بعيد جدا عن الهابيتابل زون، وبنعتبره من السوبر ايرث، وبيلف حوالين نجمه في 14 يوم ارضي. تخيل رصيد اجازاتك على كوكب زي ده يبقوا كام؟ احنا بناخد بالعافيه 21 يوم ب 365 يوم، يعني رصيد اجازاتك على كوكب ده ممكن يكونوا ساعتين بس. المهم ان الكلام ده مش هو مشكلته انه معاه كوكب تاني في نفس المجموعه النجميه. عادي يعني، ما احنا عندنا 8 وكان في واحد واعتبروه قصه. المشكله يا ماو ان الكوكب ده بينه وبين الكوكب اللي في قصتنا 1,900,000 كيلو متر بس، وده طبعا رقم كبير قوي بالنسبه لك، ولكنه في الفضاء رقم لا يذكر بالنسبة لكوكبين بأحجام أكبر من كوكبنا بمرة ونص. وعلشان تتخيل معايا المسافة أكتر، فالمسافة بين الكوكبين دول يتحط فيهم أقل من 5 من القمر بتاعنا، ويمكن أقل كمان. وعلشان تتخيل معايا أكتر، فلو انت واقف على ارضنا وشايف القمر بتاعنا بشكل طبيعي جدا في السماء، فلو رحت على الكوكب اللي بنتكلم عليه وشفت اخوه التاني اللي معاه، هتشوفه اكبر ب7 مرات من القمر اللي عندنا. وبالرغم من درجة قربهم من بعض وقرب مداراتهم، الا ان الكوكبين مختلفين تماما في الشكل والحجم والصفات. يعني الكوكب التاني اكبر واسخن من الشمس، مع ان الكوكب الاولاني مش كده خالص. واحد هيقول لي طب يعني هما بيمشوا مع بعض، ما ايه المشكلة؟ ما هو كل واحد في مداره وبعيد
بعيد عن التاني، مش زي القمر بتاعنا مثلا ماشي مع الارض بتاعتنا على طول المدار بتاعها. انت عندك حق، بس هما بيتقابلوا كل 97 يوم ارضي، والمره اللي بيتقابلوا فيها العلماء بيقولوا انه اكيد بيحصل بينهم جاذبيه شديده جدا لدرجه ان هي بتعصر وبتشد في الكوكبين، وممكن تكون بتعمل نشاط بركاني على الكوكب الاولاني. الكوكب العاشر وهو المحبب الى قلبي، كوكب افلام الرعب، الكوكب اللي لو بتخاف من الضلمه يبقى هو الكوكب اللي ما تروحلوش، الكوكب المظلم، الكوكب الاسود، كوكب الرعب. ويلكم تو تريس شرطه 2 بي، وهو اكتر كوكب مظلم اكتشفناه لحد النهارده. احنا مش عارفين ليه، كوكب غريب جدا ما اكدبش عليك، بس اللي نعرفه ان الجو بتاعه سخن جدا في درجه سخونه الحمم البركانيه، وانه بيعكس الضوء اقل من الفحم. وبس كده، دول كانوا اغرب 10 كواكب خارج مجموعتنا الشمسيه. اعتقد ممكن اعمل جزء تاني من الحلقه دي ب10 كواكب تانيين بس اقل في الغرابه او ليهم مميزات وما اتكلمناش عليها. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وشير وكومنت، واعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس، وروح اعمل لي فولو على الانستجرام وتيك توك وفيسبوك، بنزل عليهم اجدد الاخبار. وبكده خلص الكلام.